اهلا اهلا يا فنانين، تعالوا نشوف ازاي هنعمل البينتنج دي لاندسكيب بسيطه جدا، سهله قوي 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 بالوان الماركرز اللي جبتها من شي ان. بقول لكم ان انا جبتها من شي ان عشان تكونوا عارفين ان الكواليتي دي هتطلع من الماركرز دي. اوكي كده. شي ان فيها ماركرز كتير اللي هي الووتر كولر شويه، وفي كمان الاكليريك، بس دي اللي هي الووتر كولر اسمها تاتش، وجايبه اللي هي 80 لون. اول حاجه خالص زي ما انا اتفقنا قبل كده في الفيديو اللي فات او الفيديو اللي جاي، مش عارفه انهي فيهم هينزل الاول، بس احنا بنستخدم الدرجه الفاتحه الاول بنشتغل بيها، بعد كده بنبدا نغمق الدرجات حسب المنظر اللي احنا بنرسمه او اللقطه اللي احنا هنصورها. بعد كده انا دلوقتي استخدمت الاصفر اللي هو شويه على اورنج، وبعد كده استخدمت الاورنج اهو في افتح منه، بس انا حبيت ان انا ادخل في مود الغروب على طول. بعد كده بدمج الدرجات مع بعض بإني بعمل الدرجة القديمة أو الدرجة الأفتح، بعمل بيها طبقة تانية على الأطراف بتاعتها اللي مدموجة أو القريبة من الغامق، يعني بعمل على الأطراف الأصفر بالدرجات اللي مدموجة كمان فوقيه بقى مع الأورنجات. خلاص هنا دي درجة أورنج على بينك شوية خفيفة خالص أو سيمون كده شوية. بعد كده ببدأ ان انا اغمق درجة درجة، كل درجة فيهم بدمجها مع اللي قبلها. لو خدتوا بالكم سن التخين بتاع الماركر احلى بكتير في التلوين والدمج من السن الرفيع. وبرده خدوا بالكم من حاجة، ان انا راسة الماركرز بتاعتي او الدرجات بتاعتي جنب بعض بالترتيب، هستخدم ايه قبل ايه، لسبب بسيط ان اللون اصلا من بره الارقام مش بالترتيب طبعا، واللون من بره مش نفس الدرجة اللي بتطلع معايا، فانا اصلا عاملة منهم ورقة على جنب كده، كل لون كاتبة الدرجة بتاعته بالتدريج، يعني عاملة مثلا الاحمرات، بعد كده الاخضرات، بعد كده البينكات، الازرقات، الحاجات دي كلها، كل لون كاتبه الدرجه بتاعته او اسمه تحت منه في باليت كده لوحدها في ورقه جوه الشنطه بتاعه الماركرز، بحيث ان انا متلخبطش بين الدرجات، ولما احب اطلع درجه معينه ابقى عارفه رقمها اروح عليها على طول. وبدات ان انا اغمق لحد ما وصلت للبنفسجي، درجات غروب القمر دي قد ايه بتهدي اعصابي. خليكوا بقى معايا شوفوا فيه الخطوات كلها وازاي هقدر اضيف عناصر تانية للرسمة بتاعتي بالاقلام الاسود. دلوقتي القلم ده اصلا بتاع قلم خط عربي، بس انا بحب درجة الاسود بتاعته فاشتغلت بيه. ممكن اشتغل بالماركر الاسود اللي موجود جوه المجموعة بتاعت شي ان، بس انا حسيت ان انا كسلت بصراحة اقعد ادور عليه بقى في الشنطة فيها 80 لون ما شاء الله، فصعبين يعني. هبدأ ان انا ارسم العشب بتاعي بقلم حبر، اي قلم حبر يكون سنه رفيع عندكم اشتغلوا بيه على طول. الطريقة دي انت ممكن تستخدموا هنا اصلا لون خشبي اسود عادي جدا، مثلا من فابر كاسل او اي حاجة، بس يكون الاسود بتاعه تقيل كده، او هتحتاجوا ان انتوا تعملوا عليه طبقات كتير وانتوا بترسموا العشب. لو هتشتغلوا بلون اسود خشبي حاولوا ان انتوا ترسموا او تكونوا باريين القلم كويس عشان سنه يكون رفيع ويديكوا النتيجة الحلوة دي. مع وقت الغروب بتكون نتيجتها تحفة وقد ايه مهدية للأعصاب. يا رب الفيديو ده يكون عجبكم وتكونوا بتستفادوا فعلا من الطريقة الجديدة دي في الرسم في اللاندسكيبنج، ويكون اسهل عليكم ان انتوا تتجرأوا شوية وترسموا لاندسكيبنج. الفيديو دي حلوة قوي، بتهدي اعصابي وكمان بتخليني اعمل سكتشز كده سريعة فيها الوان حلوة ومبهجة، وبتديني مود لطيف قوي. حاسه انا رحت بقى الله شفت الغروب، فاهمين انتوا الاداء ده؟ فحاولوا ان انتوا بقى تشتغلوها بالماركرز، تشتغلوها بالوان خشبيه، انا بوريكم الخطوات تقدروا كلها تقدروا تنفذوها عن طريق اي خامه من الخامات. فالعبوا براحتكم بالالوان وانطلقوا وطلعوا كده سكتشز جديده والوان جديده. اشوفكم على خير يا فنانين، ما تنسوش لايك وسبسكرايب وشير كل حاجه. عيشوا حياتكم. نسيت اسالكم، تحبوا نعمل نفس البلاي ليست دي بالوان اكليريك مثلا، يعني نشتغل بيها الوان اكليريك وفرش بقى وحركات، ولا ايه؟ اكتبوا لي في التعليقات. متنسوش. باي باي.